محاربة محاربة محاربة، ليش؟ مدري. وأنا عارف إن المتابعين حق الحكيم اليماني بيتابعوه في هذه القناة وفي غيرها، وكلما تم حذف قناة يتم تسجيل قناة جديدة، وأنا واثق فيكم وعارف على أن أنتم بتسجلوا اشتراكات ومشاركة للفيديو وإكس بلاور. أنا واثق بالله ثم فيكم. عموما اليوم حدث في صنعاء مدري في مديرية، والله ما لي علم. اتصل بي ما ندري من هو وكلمني على الأحداث التي صارت مدري أينه. أنا مستغرب ليش؟ لمو؟ ايش السبب؟ هذا الذي صار كله. أنا اليوم حصلت سيارة موديل ما ندري كم لونها، والله ما لي علم. هذه السيارة من انجزعت، والله ما لي علم كيف لما وصلت، والله ما لي علم. صاحب المتر كذلك واحد من عيال عمي معه متر، الذي اسمه والله ما أنا داري. واتصلوا بعيال عمي من ما ندري أين، اتصلوا بي طبعا من ما ندري أين. هددوني قالوا قسما بالله إذا كررت ما ندري حتى على إيش هددوني، إنه لا يصير لي، والله ما لي علم. هذا الذي صار كله والذي يحدث داخل اليمن. أنا الآن واقف بشارع والله ما لي علم، شارع والله ما لي علم جنب محلات مدري للتجارة. فهمتوا من الفيديو شيء؟ والله ما فهمتوا شيء. عموما عن طريق السوشيال ميديا والاتصالات يسألوك بيت المشرف الفلاني، أنا رايح عند المشرف الفلاني، أنا رايح عند فلان، أنا رايح عند فلان. اتركوه، اجعلوا العدو أعمى، اجعلوا العدو أعمى، ما يدرى إيش المعلومات التي توصل له. حتى إن ترامب بنفسه ترامب سألوه عن أحداث اليمن قال مدري. وانت لما يسألوك قل لهم مدري. هكذا تستطيع تخلي العدو أعمى. سخروا من هذا الموضوع الكثير، ولكنه نجح بشكل فظيع. لأن ذا الحين من خلال الفيديو هذا اللي أنا أسجله لك يظهر عندهم المعلومات مدري بالسوشيال ميديا، مدري يصبح الكمبيوتر كله مدري، ما لي علم، مدري والله ما لي علم، مدري مانش ما أدري ما هو أيش مدري كيف من أين وليش، ما أنا قد اختجت ما عدرينا من ذي الساطفة. سألوا ترامب قال مدري. واحنا التقينا بهم اليوم بجبل، حتى الجبل مدري. تحياتي لك، وانا عارف ان انت الذي بتتابعني ان انت بتسوي مدري وبتشترك بمدري وبتعمل معي مجهود، والله ما لي علم. في امان الله.